السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وأحبائي، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير وبكل ما تتمنون. هنا من داخل المملكة المغربية، هنا من داخل مدينة الزهور، مدينة العشق، مدينة المحمدية. طبعا أنا جاي أتكلم معكم في موضوع مش طول عليكم لمجرد دقايق، ولكن الأحداث هتشوفوها وهتسمعوها وهتتمعنوا فيها بعد الحوار أو النقاش البسيط اللي هتكلمه معكم دلوقتي. طبعا موضوع النهاردة الولاء. الولاء طبعا احنا كلنا عندنا ولاء في حاجات كتيرة، انما موضوع النهاردة اللي جاي يتكلم فيه الولاء للوطن، حب الوطن. من اكتر الشعوب، انا بتكلم كوني ان انا مصري، ومصر لها تاريخ كبير وعظيم من الابطال والشهداء على مر التاريخ وعلى مر الاحداث التاريخية، وكذلك المملكة المغربية. وليه المملكة المغربية؟ تاريخ هو خير شاهد ودليل. الشعوب المصرية والشعوب المغربية من أكثر الشعوب العربية والإسلامية التي عندها ولاء وحب وانتماء للوطن وتراب الوطن. والدليل على ذلك زي ما قلت لكم على مر التواريخ، سواء في مصر سواء في المغرب، في أبطال كتير ماتوا في سبيل حبهم وولائهم وانتمائهم لبلادهم. طبعا ممكن الخيانة أو إن أنا أبيع شخص في سبيل الفلوس، ممكن إن أنا أبيع إنسان أو إنسانة في سبيل الفلوس، في سبيل المادة. إنما يوصل بيا الحال أو توصل بيا الأمور إن أنا أبيع نفسي وأخون وطني، لا. إن شخص مغربي أو واحد من أبناء المغرب يبيع نفسه في سبيل الفلوس ويبيع وطنه، لا. ما عمرنا سمعناها على مر التاريخ سواء في مصر أو في المغرب. من أكثر الشعوب التي لها ولاء وانتماء هي الشعوب المصرية والشعوب المغربية، حب وانتماء وولاء للوطن وتراب الوطن. وزي ما قلت لكم ممكن شخص يبيع نفسه عشان الفلوس، يبيع نفسه من أجل شيء، وده برضو مش موجود لا في مصر ولا في المغرب. أو يبيع شخص صديق ليه لمجرد الفلوس أو مجرد شيء مغري اللي هو هيقدر يعوضه عن حاجات كتير في حياته. دلوقتي هتشوفوا مشهد لفيلم مصري. المشهد ده بسيط، غير مجرد تعبير، وفيلم درامي ملحمي بيدل ان ممكن شخص يبيع شخص عشان شخص اخر صديق ليه عشان الفلوس. اتفضلوا معايا شوفوا لقطة من مشهد من فيلم الفنان عمرو واكد والفنان احمد السقا، من فيلم ابراهيم الابيض، والذي انتج لعام 2000 او انتج في عام 2009، ومن افلام الملحمية والدرامية الجميلة. اتفضلوا معايا شوفوا المشهد وبعدها نكمل. اتفضلوا معايا.
بعتني بكام يا صاحبي؟ خمس فواكه. بس تصدق ازعل منك يا عاشر شوي. خمس فواكه شوية على ابراهيم الابيض يا عاشر. طيب ده زي ما حضراتكم شفتوا مشهد من فيلم ابراهيم الابيض للفنان احمد السقا برفقة الفنان عمرو واكد، انتاج المخرج مروان حامد لعام او سنة 2009. وزي ما قلت لكم او حكيت لكم من شوية ان شخص ممكن يبيع شخص عشان الفلوس او يبيع نفسه عشان الفلوس، وده من النادر ان يتواجد او تلاقيه داخل جمهورية مصر العربية أو داخل المملكة المغربية. إنما ده مش ده القصة ومش ده الموضوع. طبعا أنا كوني بتكلم كمصري مقيم وأقطن داخل المملكة المغربية أكثر من 10 سنوات، فده اللي اداني انطباع عن أهل المغرب اللي عندهم ولاء وانتماء وحب شديد لبلادهم. والدليل على كده التاريخ خير شاهد دليل. وإن شاء الله زي ما استردوا الصحراء المغربية واللي هي صحراء مغربية 100%، إن شاء الله هيستردوا الأراضي والتي تم إعطائها في عهد جلالة الملك رحمها الله محمد الخامس للجزائر، وحتى يومنا هذا لم تسترد الأمانة. الصحراء الشرقية المغربية والتي إن شاء الله قريبا سوف تسترد ويرجع الحق لأصحابه. تعالوا شوفوا من غير ما أنا أتكلم أو أجيب مصدر أو أتسأل المصدر ده جبته منين. المصدر ده نفسه من داخل الجزائر لسيدة جزائرية وبالتحديد من مدينة وهران. أنا مش هحكي تفاصيل ولكن اتفرجوا وشوفوا معايا كلام اللي اتقال من داخل وهران من داخل الجزائر من الأخت الجزائرية على بنات بلدها. وده ردا بسيط على الناس اللي بتطعن في سمعة وشرف أميرات المغرب اللي هم أسيادكم وتاج رؤوسكم، واللي أي حد بيعرف بقيمتهم وبسمعتهم. اتفضلوا معايا شوفوا الفيديو. شدوا لينا بناتكم اللي ما رباش بنتو يطلقها تروح بساندويتش شاورما ما تحشموش اسوباراك ورخاص قعد شويه تروحوا بالساندويتش تاع كرانطيطه. الله يبهدلكم ان شاء الله. يا ديروا شويه قيمه لروحكم ما تحشموش. تحدي تاع ساندويتش شاورما درتوا عليه الهول درتوا عليه لاشين وتعطوا في نوامركم. رخصتونا يا المرخصات. شكون رباوكم انتوما يرحم باباكم؟ جاب لي ربي انتوما ماكوش جزائريات. من 10 المستحيلات تجوا جزائريات. اصلا راهم دخلوا لعندنا اللاجئين. جاب لي ربي انتوما راكم ولاد هاد السوريين. وقيله هذوك البنات اللي راحوا لعندو كامل سوريات ولادهم. باسكو ما عندناش بنات لا يديروا هذا الهم هذايا. بهدلتوا قسم من الله لا تربحكم ان شاء الله. ساندويتش شاورما 20 تاع البلاد النورو. الله لا تربحكم. سمعتوا بهذاك السوري اللي عنده شاورما في وهران يدي في بنات صغار مراهقات غير بساندويتش شاورما ومن الفوق يطيح ليهم في الهضره اون بلين لايف. هذا راه طيح بالبلاد كومبلي. كي تلحق البنت الجزائر طيح ليها في بلادها هذه واسمها طيحت على القدر. تدخل لدارنا كلاجئ استقبلناك وخليناك دير الكوميرس
وليت تاجر في بلادنا، بالك في بلادكم وما عندكش هذيك الفرصه باش تفتح محل وتشيع، وحنا جيت لعندنا شيعناك وكبرناك وليت تطيح لينا في القدر. وما نسحق حتى واحد يقول لي هذيك الكلمه ما فهمتوهاش ولا هذه ولا هذه، سمعنا وفهمنا وكل شيء واضح وضوح الشمس. اتونسيو يجي براني لبلادنا ويحب يطيح ببنات البلاد. حنا السياح وما عندناش في بلادنا الفيزا باش تصيح لهم لازم حتى يضمنهم واحد وليد البلاد باش تجي فيزا توريستيك. احمد ربي والشكرو كي جات بلادكم فيها الحرب صاحت لك الفرصه اللي تنوم وما تصيحلكش باش تجي للجزائر كلاجئ، سينو الجزائر تبوس عينيك وما تدخلهاش بدراهمك بالنفوذ تاعك بالقوه تاعك. والله يا لو كان ما نعارضوكش حنا ولاد الشعب ولا اللي حاكمين البلاد بلادي نجد بابك ما راك داخلها هذيك البلاد الطاهره. النيه تاعكم ماشي صافيه، ما جيتوش لهنا باش تاكلوا الخبز معانا، نتوما راكم توسخوا في التبسي اللي تاكلوا فيه، نكارين الخير نكارين العشره. صاي الحرب عندكم خلاصت، رفدوا كامل فاليزاتكم وولوا لبلادكم. وماذا بيا السلطات الجزائريه يوصلها هذا الفيديو، بارطاجوا لايك، قولوا لهم كامل يرجعوهم لبلادهم. ما نسحقوا حتى واحد يوسخنا في بلادنا ولا يوسخ لينا في بلادنا. السمعه تاعنا نظيفه، احنا بنات الاميرات وبنات الملوك، احنا ما راناش جاريات اللي يجي لبلادنا يشرينا بساندويتش تاع شاورما.